عمرك سولتي راسك علاش ولينا كنشوفوا بزاف ديال الدراري والدريات تضعاف؟ فاش غتعرف السبب غتصدم. في هذا الفيديو غنشوفوا قصه المرض اللي جديد واللي حتى شي واحد ما عارف عليه شي حاجه، ويقدر يكون فيك انت ولا انتي ولكن ما عارفين عليه والو، وغتزيدوا تصدموا فاش غتعرفوا السبب وكيفاش مؤثره مشهوره في تركيا ماتت بهذا المرض ودارت الضجه ديالها بصح. السلام عليكم. المهم غنبداو الفيديو بلا 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 بلا. مؤخرا ماتت واحد السيده مشهوره في تركيا بواحد المرض اللي نادر. قبل ما نقول لكم سميت هذا المرض وشنو هي الاعراض ديالو بزاف ديال الحوايج، اجي نقول لكم كيفاش بدات القصه ديال هذه السيده. السيده هذه كانت مشهوره وعندها 900,000 في انستغرام، صحتها كانت بخير، ولكن واحد النهار تشدت هي واختها في الحبس وحكموا عليهم تقريبا بشي 5 شهور نافذه. منين خرجت هذه السيده من الحبس كل شيء تخلع، والديها اصدقاء ديالها، علاش؟ بانت بواحد الجسم هزيل، نقولوا غير العظام وصافي. هنايا الناس قالوا شنو وقع عليها، واش ما كانتش كتاكل في الحبس؟ لا، هي ما بغات تاكل، الماكله كانت موجوده ما العدس ما كنضحكش، ولكن فريمون هذا المرض هذا ماشي شي واحد ما كيعطيكش الماكله ولا كيقطع لك الماكله، لا، انت كتولي ما باغيش تاكل. قبل ما نقول لكم سميت هذا المرض نشوفوا هاد السيده شنو وقع لها من بعد. المهم دات شي ايام وحالتها كانت كتدهور، ولات فيها كيلوات قلال، ومن بعد ماتت بسكته قلبيه. وهنايا ندخلوا لهذا المرض سميتو انيكسا نيرفوسا او فقدان الشهيه العصبيه. المرض ببساطه هو ان الشخص اللي كيكون مصاب به ما كيبغيش ياكل وما كيحملش شي حاجه سميتها الماكله، كيخاف يغلط، كيبقى ديما باغي يكون عنده جسم زوين وجسم رياضي، سواء الدراري ولا الدريات. ولكن واحد المعلومه اللي صادمه، هذا المرض كيصيب تقريبا 90% ديال العيالات وكيكونوا مراهقات. ونزيد نعطيكم معلومه اخرى، هذا المرض من كل 5 اشخاص كيتصاب منه واحد، يعني مرض مشهور في العالم ولكن بزاف الناس ما كيدوش عليه واخا هو خطير. السبب ديال هذا المرض بكل صراحه هو مواقع التواصل الاجتماعي. هذه ماشي هضرتي ولكن الهضره ديال الدراسات. واحد الدراسه بينت بان 70% اللي كيتصابوا بهذا المرض سببه هو المواقع التواصل الاجتماعي. واجي نقول لكم علاش. الدريه ولا الدري، ولكن حنا نركزوا على الدريات. الدريات ملي كيدخلوا لمواقع التواصل الاجتماعي اما انستغرام او فيسبوك او تويتر او سناب شات، كيطلعوا لهم بريزات وصور ديال الممثلين وممثلات عندهم جسم مثالي وكيبانوا زوينات ورشيقات. فهنايا الدريه كتدخل في واحد العقده نفسيه، علاش انا ما يوليش عندي هذا الجسم؟ علاش انا غليظه؟ علاش انا دايره هكا؟ شنو كدير؟ كتمشي تدخل راسها واحد النظام غذائي، كتولي كتاكل ماكله موزونه، كدير الرياضه، ديما مقاده حوايجها، كتقاد في راسها، المهم باش تبان هي هذيك. وهنايا الخطر ديال هادشي كامل، ما كتحسش براسها حتى كتدخل في مرض سميتو فقدان الشهيه. من بعد مع تاويل الايام كتولي ما كتاكلش وما كتحملش الماكله، ما كتحملش تغلط، واخا هي كتضعف مع الوقت وما كيبقى فيها والو، ديما العقل ديالها كيقول لها ناري غلاضيتي. العقل ديالها كيكذب عليها. علاش انا كندوي على الدريات؟ كما قلت لكم في الاول، هذا المرض كيصيب تقريبا 90% ديال الدريات وماشي الكبارات، غير مراهقات. وندوي حتى على الدراري. واحد الدراسه قالت بان 7% ديال الناس اللي دخلوا لاصال دخلوا من مواقع التواصل الاجتماعي. طلع لهم شي فيديو ديال شي واحد كيتريني، شي واحد عنده جسم ناضي، فهنايا مشى يتريني، يعني ماشي هو بغى يتريني، يعني واحد اثر عليه ودخل لاصال. علاش بغى يدخل لاصال؟ باش حتى هو يولي عنده واحد الجسم ناضي، باش يبان في الزنقه وباش يقولوا الناس واو. الانسان كيبغي ديما ياخذ القيمه من عند الناس. ولكن الحاجه اللي ما عارفينش، وغندوي الهضره للدريات، داكشي اللي كتشوف مواقع التواصل الاجتماعي ممثله عندها جسم رشيق ومثالي ولا عرض الازياء، داكشي معيار ماشي حقيقي. واحد الدراسه بينت بان اغلب بوستات في انستغرام 90% كلهم فيك ماشي حقيقيين. يا اما داير لي من فوتوشوب، بزاف كيدير الفوتوشوب، اي واحد فينا كيدير التصوير كيقاده كيحيد منها شي حاجه. ولا ثاني حاجه الفلتر، وهذا الفلتر نقدر نقول لكم انا بالنسبه ليا، هذه ماشي دراسه ولكن 100% ديال الدريات في العالم كيديروا الفلتر. ما يمكنش شي دريه ما تدخلش وما تقادش التصويره ديالها بالفلتر، تبيضها تخضرها. المهم والحاجه اللي ما عارفينش، الممثلات اللي كيبانوا لكم مقادين ما فيهم حتى شي عيب، داكشي ماشي خطا،
بزز عليهم يبانوا مقادين، كيمشيو وياكلوا ماكله مقاده، كيديروا رياضه، كيحرموا راسهم بزاف ديال الحوايج باش يبانوا لك مقادين، حيتاش هاديك خدمتهم. واش داك المعايير حقيقيه؟ وهنا نقدر نصدمكم، هاديك ماشي معايير حقيقيه. ماشي شويه ديال الناس كيبان عندهم جسم مثالي فخاصني حتى انا نكون بحالهم. حنا تخلقنا في هذه الحياه ماشي كلشي كيتشابه، كل واحد وحياته، كل واحد خاصو يكون كيما بغى راسو. بغي راسك اصاحبي. المهم دويت بزاف في هذه النقطه، ولكن خصني ضروري ندوي فيها. سالينا هذه النقطه غندوي لكم على هذا المرض شنو هي الاعراض ديالو. اول اعراض باش تعرف شي واحد مريض بهذا المرض كيكون باين بزاف. اول حاجه ضعيف، كيبان ضعيف وبلا قياس. ثاني حاجه الشعر ديالو ولا الشعر ديالها كتبقى طيح، الشعر كيطيح. ثالث حاجه وهذه مهمه، الا شفتي شي دريه ولا دري كيخاف من الماكله ما كيبغيش ياكل، كيقولك لا هنايا واحد النسبه تشك بانه عنده مرض ديال فقدان الشهيه العصبي. ماشي اي واحد شفتيه ما بغاش ياكل تقول هذا مريض بفقدان الشهيه، لا كيكون باين ضعيف صافي ما غتشك، تعرف بانه مريض، وهذا مرض نفساني. باش تعرفوا نعطيكم واحد المعلومه زيدوها عندكم، هذه هذا المرض هذا كيقتل بحاجه وحده. اي واحد مرض به كيموت بسبب واحد، هو القلب كيتوقف. كيكون غادي معاك عادي شويه القلب ديالو كيتوقف، لان ما كياكلش، حتى الجسم ديالو ما خايتش المنافع، ما خايتش الحديد، ما خايتش الكالسيوم، ما خايتش بزاف ديال الحوايج، راه باينه واقفه هكاك شويه غيطيح. العلاج ديالو هو يمشي الانسان للطبيب النفساني ويعاود المشكل ديالو للناس اللي كيعرف باش يعاونوه. حيت راه بزاف ديال الناس اللي كيكونوا مرض بهذا المرض ما كيكونش عارف راسو مريض، هو ما جيش عليه الماكله، ما كيحمش الماكله، ولكن ما يقدرش يقول لك راه ما كنحمش الماكله، ما يقدرش يقول لك راه باغي يولي عندي جسم مثالي. الا كانت عندك شي حاجه خصك تبارطاجيها مع الناس اللي كتعرف باش يعاونوك. اما بالنسبه لي انا كتبقى اهم طريقه ديال العلاج هي الوعي، يعرف بان داكشي اللي كيشوف مواقع التواصل الاجتماعي راه ماشي حقيقي، وبان احنا الانسان تخلقنا باش نكونوا مختلفين، ماشي واحد الفئه عندها جسم مثالي فخاصني حتى انا يكون عندي جسم مثالي ونبان زوين. واو الحياه راك كتموت، زيد دوز صاحبي. هادشي اللي كاين. شكرا.